محمد مزالي اللي كان رئيس وزراء تونس. هيكل طلبك؟ طلبني اجيبه في البيت. طلبك عشان تروح عشان اكلم عن تجربتي مع محمد مزالي. عشان علاقته بمحمد مزالي. مزالي اللي كان رئيس وزراء تونس. ومحمد مزالي لما طلع من تونس عمل منظمه اسمها الميثاق، وكان بيختار الشباب اللي بيشوفهم يعني مؤهلين لعمل ثوري في العالم العربي، فاختارني مع مجموعه من الشباب، وكنا يعني لحد ما يعني اثرنا بعض الشيء في بعض الاحداث. فهيكل كان عنده الفضول يعرف الميثاق دي ايه وماذا فعلت. كان سنة كام ده يا ابو علي؟ كان سنة 1998 في البلاد. أول مرة أشوف فيها هيكل يعني. رحت له في البيت اللي في الجيزة ده؟ نعم. بعد كده يعني تلاقينا في لندن مرتين ثلاثة، وتلاقينا لما جيت دوحة، وتلاقينا يعني فتلاقينا كثير. وأنت رأيك فيه ككاتب يعني؟ هيكل كاتب يعني شاطر، عنده بعض المبالغات في السياسة، وعنده نوع من انواع بيعمل منتج للتاريخ حسب. حلو التعبير ده. ف يعني انا اثق فيه كمحلل، لا اثق فيه كمؤرخ. حلو. ذكرياتك بقى عن الشخصيات المصرية الأخرى اللي أثرت في وجدانك كصحفي يعني أو كإعلامي يعني؟ أكثر شخصية أرعبتني في مصر هي صفوت الشريف. مين؟ صفوت الشريف. صفوت شريف؟ خلاك تحب مصر؟ لا، أرعبني. مرعب يعني؟ مرعب جدا. شخص مرعب. أنا لأول مرة أنا يعني مو شجاع بطل، لكن لا أخاف، لكن في حدث صفوت الشريف كنت خايف. أنا من سنة يعني في لزوع، عنده لزوجة كده الواحد ما يستطيع ما يتحمله، وهو لم يتحملني. من الناس اللي برضو يعني مع انه ضربني بالقلم حسب له الكفران، لكن حبيته. ده حسب لك ضربك بالقلم؟ بالقلم.